تقدر بكل بساطه لينك الفيسبوك اللي هحطه لك في اول كومنت او اللي ظاهر قدامك ده دلوقتي تكلمني على حسابي الشخصي على الفيسبوك، وان شاء الله هجاوبك على اي حاجه. الفيديو ده جاي بناء على طلباتكم يا سيليكونز، غير كده دي احسن تعليقات جات لي الفيديو اللي فات. شكرا ليكم بجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة سيليكون، وفيديو النهاردة هنتكلم عن أحسن كومبوهات معالجات وكروت شاشة. الكومبوهات دي بتبدأ حرفيا من 4000 جنيه لغاية 28000 جنيه. فالكومبوهات دي هنتكلم عن المعالج وكارت الشاشة، وهنتكلم عن الباور سبلاي اللي انت هتحتاجه مع التجميعة كاملة. بس قبل ما نتكلم عن الكومبوهات دي حابب أقول لك حاجة. الكومبوهات دي مش قرآن، بالتالي انت ممكن تعدل عليها براحتك وتاخد الحاجة أو تشتري الحاجة اللي انت مقتنع بيها، لانه كمان لو انت مثلا جاي الفيديو ده بعد فتره كبيره ممكن يكون في قطع ظهرت جديده بقت مستعمله، يعني قطع مختلفه غير اللي انا بكلمك عنها. فعشان كده عايز اشرح لك كام كونسبت او كام حاجه تفهمها تقدر تساعدك لو انت عايز تهبط ومش عايز تمشي ورايا والفيديو انت لسه متفرج عليه وهو نازل. بقول لك كام حاجه تخليك تعرف تهبط صح. واول حاجه نتكلم عنها وهي البوتل نيك او عنق الزجاجه. طب ايه عنق الزجاجه ده؟ اشرح لك مثال بسيط جدا يفهمه لك. نفترض ان في طريق بيمشي فيه 5 عربيات بالعرض، تمام؟ والطريق اللي بيمشي فيه 5 عربيات بالعرض ده انت مشيت فيه عربيتين بس، فالطريق هيبقى سالك وسهل جدا، واي حد ممكن يجي يمشي بسرعه ويمشي بالسرعه القانونيه عادي جدا ومفيش اي مشاكل هتحصل. طب نفترض بقى ان الطريق اللي بيمشي فيه 5 عربيات بالعرض ده حطيت فيه 15 عربيه، هل الطريق هيمشي؟ لا، هيحصل زي ما بيحصل في حلوان وفي عين شمس وفي مناطق كتير قوي. الدنيا كلها هتبقى زحمه ومحدش عارف يمشي وكلاكسات كتير والناس بتتخانق مع بعض، فالدنيا بتقف. هو ده بالظبط عنق الزجاجه في الكمبيوتر. اللي بيحصل كارت شاشه بيعمل ريندر لفريمات كتير قوي، تمام؟ المعالج مش قادر ياخد كل الفريمات دي مره واحده، فبيعمل ايه؟ ياخد شويه يقول لك استنى بقى للباقي ويعالج الشويه دول، بعد ما يخلص يقوم واخد الباقي، يكون اصلا كارت الشاشه عمل فريمات جديده. فانت هنا حرفيا في يعني الدنيا مش شغاله مظبوط تماما. اتمنى يكون المثال واضح. فعشان كده بالمخ بتلاقي ايه في عنق الزجاجه ده؟ المعالج شغال تقريبا بقوته كامله 100%، وكارت الشاشه شغال 50%. ما عايز يوقف الفريمات الزياده دي عشان ما يعملش اوفرلود على السي بي يو، يعني ما يوديش داتا زياده. السي بي يو كده كده مش هيلحق يعالجها. فبس كده، وده كان عنق الزجاجه، وكده ان شاء الله هتعرف تهبط صح. وفي حاجه لازم تخلي بالك منها لو انت حابب تهبط برضه، وهو التوافقيه. يعني انت مثلا لو ربنا كرمك ومعاك فلوس تجيب رايزن 9 او كور اي 9، طيب هل هتجيب بورده اتش 610 في حاله الكور اي 9 او تجيب بورده بي 450 في حاله رايزن 9؟ اكيد لا. ليه؟ لان البورده مش هتقدر تكفي او توصل الطاقه الكامله اللي محتاجها المعالج عن طريق الفيزز او الفي ار ام بتاعه الطاقه. فهنا الفكره هيحصل برضو زي كانه عنق زجاجه بس ما بين البورده والمعالج. فالمعالج مش هيعرف يشتغل بكامل طاقته لان الكهرباء بتاعته او الطاقه بتاعته مش كافيه ان هي تقومه. فبالتالي برضو لازم تاخد بالك في الحته دي. يعني انت ما تشتريش معالج قوي جدا والبورده اللي عندك تعبانه. بس كده حبيت اوضح لك النقطه دي. وطبعا ما تنساش انك دلوقتي في انتل بقى في نفس السوكت ممكن تركب رامات دي دي ار 5 على بورد دي دي ار 5 ورامات دي دي ار 4 على بورد دي دي ار 4، لكن الاثنين فيهم نفس السوكت. فخلي بالك برضو ما تجيبش رامات دي دي ار 4 عشان بشوف ناس بتتلخبط والبورده دي دي ار 5 اصلا او العكس. حابب اكلمك عن موضوع الفي رام اللي ما ينفعش تتنازل عنه في 2025. اول حاجه لو انت على دقه 720 بي خليك 2 جيجا في رام وما تجيبش اقل من كده. لو انت على دقه 1080 بي خليك في 6 ل 8 جيجا في رام. طيب بالنسبه لو انت بتشتغل 2K ما تقلش عن 12 جيجا في رام. بالنسبه لو 4K بصراحه مش شايف انك تقل عن 16 جيجا في رام. فدي حاجات بتساعدك برضو عشان وانت بتهبط تعرف تهبط صح. وبكده خلاص قلت الحمد لله كل الحاجات اللي عايز اشرحها لك بحيث تطلع متخصص وفاهم كل حاجه، ونخش على الكومبوهات على طول ان شاء الله. طيب في حاجه حلوه بقى عايز اقولها لك انت يا سيليكون. طبعا لو انت مش سيليكون اشترك في القناه ده. انا هقول لك مفاجاه دلوقتي. انت دلوقتي محتار ما بين قطعتين مثلا او لقيت قطعه مختلفه عن اللي انا اتكلمتك عنها، تقدر بكل بساطه لينك الفيسبوك اللي هحطه لك في اول كومنت او اللي ظاهر قدامك ده دلوقتي تكلمني على حسابي الشخصي على الفيسبوك، وان شاء الله هجاوبك على اي حاجه. غير كده لو عايز اداء كل الكومبوهات دي كلمني وانا ان شاء الله ابعت لك الكومبو اللي انت عايزه باداء. ونخش على الكومبوهات على طول
دول باذن الله. واول كومبو معانا حرفيا سعره مش طبيعي. اول حاجه المعالج اللي معانا وهو الرايزن 5 2600. المعالج ده كويس جدا، 6 انويه و12 مسار، فالمعالج ده بالنسبه للالعاب هو كويس، بالنسبه لسعره كمان اللي لسه هظلمكم بيه كمان شويه، وبالنسبه لانتاج المحتوى فهو 6 انويه و12 مسار، فده هيبقى كويس جدا انك تبدا فيه مثلا فوتوشوب، ادوبي بريمير، وهكذا البرامج العاديه. طيب انا ليه اخترت المعالج ده بالتحديد؟ لان انت بنفس السعر حرفيا هتلاقي معالجات تعبانه جدا زي مثلا كور اي 3 900 اف، او مثلا هتلاقي كور اي 5 9400 اف. طب المعالج ده كويس جدا في الالعاب وبينافس الرايزن 5 2600، لكن مشكلته معايا انه ما فيهوش هايبر ثريدنج، يعني هو 6 انويه و6 مسارات. غير كده ان خلاص المنصه بتاعته ماتت، انت اخرك هتركب جيل 9 وخلاص، انت كده مش هتعرف تطور لحاجه قويه موجوده دلوقتي. انما معالج الرايزن 5 2600 المنصه بتاعته اي ام 4، واللي لسه عليها معالجات قويه جدا لغايه دلوقتي، زي مثلا الرايزن 7 5800 اكس، او الرايزن 9 5900 اكس، او حتى الرايزن 9 5950 اكس. حتى انا شخصيا جايب معالج رايزن من الجيل بتاع اي ام 4 عشان التطوير ده، انا فعلا طورت عليه لغايه دلوقتي 3 مرات، وان شاء الله ادعوا لي بقى اطور لي الاي ام 5 ده. غير بقى انك لو هتيجي الهبل السوق المصري او ايا كان ما اعرفش بره هل في نفس الهبل ده، هتلاقي ان الكور اي 5 او كور اي 7 الجيل الرابع سعره ب 1700 جنيه. فانت هنا عندك معالج الرايزن 5 2600 سعره 2000 جنيه و46 دولار. وبالنسبه لكارت الشاشه وهو جي تي اكس 760، الكارت ده 2 جيجا في رام، يقدر يشغل لك العاب على 720 بي كويس جدا، احسن من الجي تي اكس 750 تي اي بحبه، وتقريبا موجود في نفس السعر بتاعه. وسعر كارت الشاشه 2300 جنيه او 18 دولار، يبقى كده اجمالي المعالج وكارت الشاشه ده 4300 جنيه بالظبط. ومحتاج للكومبو ده باور سبلاي 450 واط. تاني كومبو معانا لو عايزين نعلى في اداء الجيمنج او الالعاب شويه، فاحنا هنحافظ على نفس البروسيسور المعالج، وهنعلى شويه بكارت الشاشه عشان ما نكونش في فرق جامد في الفلوس ما بينهم. لو انت مثلا معاك سعر مثلا 5 او 6000 جنيه، فالكارت اللي معانا المره دي هو الجي تي اكس 1060 3 جيجا. هنا نصيحه بقى نتكلم عن كارت الشاشه شويه. كارت الشاشه انا مختار لك الكارت ده لان كروت الار اكس 570 و580 و590 و470 و480 الكروت دي كويسه جدا كاداء، لكن حرفيا ممكن تجيبها تشتغل معاك شهر واحد وتبوظ، واتكلمت في الموضوع ده كتير. فما تجيبش الكروت دي رغم ان هي ادائها احسن بكتير، بس ما انصحكش بيها تماما لان هي ممكن تبوظ في اي وقت معاك. فبرشح لك جي تي اكس 1060 3 جيجا، هيكفيك انك تلعب على 1080 بي فريمات متوسطه او 720 بي وتلعب فريمات عاليه براحتك. وسعر الكارت 4250 او 50 دولار. ومحتاج للكومبو ده باور سبلاي 300 واط. الكومبو اللي بعده لو عايز حاجه في رينج ال 11000 جنيه او 10600 جنيه بالظبط، الكومبو ده هيكفيك تشغل 1080 بي كويس جدا. اغلب الالعاب هتلعبها على هاي سيتنج مثلا. فمعانا المعالج هو الرايزن 5 5600 اكس. فمعالج رايزن 5 5600 اكس انا اخترته لسبب لان ال 12400 اف المنافس ليه تقريبا مش لاقيه مستعمل خالص بصراحه، وسعره مبالغ فيه لو لقيته. غير كده ان ال 5600 اكس اقوى منه، فسعر المعالج 5100 جنيه او 90 دولار. وبالنسبه لكارت الشاشه اللي معانا وهو الجي تي اكس 1060 6 جيجا، عشان نظبط الميزانيه في حدود ال 10000 جنيه، ما ينفعش اخد الجي تي اكس 1660 سوبر لانه هو لوحده اصلا ب 8000 جنيه تقريبا. فالكارت ده ممتاز جدا، هيشغلك الالعاب على 1080 بي على هاي سيتنجز او ميديوم سيتنجز وتاخد فريمات عاليه. وسعر الكارت 5500 جنيه او 70 دولار. ومحتاج للكومبو ده باور سبلاي 450 واط. طيب بالنسبه للكومبو اللي بعده لو انت عايز تلعب على 1080 بي على اعلى اعدادات او حتى على هاي سيتنجز وتاخد فريمات عاليه، فالكومبو ده نفس المعالج رايزن 5 ال 5600 اكس، لكن لو هنغيره هنا هنعلى بكارت الشاشه شويه. فرق كارت الشاشه بسيط، هتدفع 1000 جنيه بس، لكن فرق الاداء شاسع ما بينهم. فالكارت اللي معانا هو الار اكس ال 5600 اكس تي. الكارت ده يا شباب قوي جدا لدرجه انه اقوى تقريبا من ال 1660 سوبر ب 30% تقريبا في معظم الالعاب. فالكارت ده ممتاز جدا بالنسبه كاداء، بالنسبه كسعر سعره 6500 جنيه او 125 دولار. وسعر الكومبو كده كامل 11600 جنيه. زي ما قلت لك فرق 1000 جنيه بس، لكن فرق اداء في الالعاب شاسع. طيب لو حابين برضو نفضل على 1080 بي وناخد بقى
احسن اداء ممكن على 1080 بي. هنفضل برضو على نفس المعالج، هو الرايزن 5 5600 اكس، لكن هنعلى برضو بالكارت شويه، لكن الكارت هنا هيكون قوي جدا، ينفع معاك في الالعاب، ينفع معاك في الشغل الاحترافي، لو انت عايز تعمل انتاج محتوى. وهو كارت الار تي اكس 2060 سوبر نسخه ال 8 جيجا بايت. سعر الكارت ده عامل 10000 جنيه، بصراحه ما لقيتوش بره مصر، فممكن انت تلاقيه لو دورت سواء في منطقه تانية. فالكارت ده قوي جدا يا شباب، يشغل لك 1080 بي على الترا سيتنجز، ما عندوش مشكله، يشغل لك 2K على ميديوم او هاي سيتنجز. غير كده كومبو كامل متكامل على 1080 بي، يقدر يشغل لك اي حاجه، شغل العاب ما فيهوش اي حاجه. وسعر الكومبو ده 15100 جنيه. محتاج للكومبو ده باور سبلاي 450 واط. طيب لو انت عايز تبقى ملك ال 2K وتبقى قوي جدا، تشغل برامج تفرمها، تشغل العاب تفرمها، ما عندكش مشكله، مفيش اي حاجه تقف قدامك، فاحنا معانا المعالج. فلقيته الصفقه بصراحه بسعر رهيب، وهو الكور اي 5 13600، معالج جاي ب 14 كور و20 ثريد. المعالج ده رهيب جدا يا شباب، بيوصل لبوست عالي جدا، وسعره رهيب جدا، وهو 9000 جنيه بس او 170 دولار، مع كارت شاشه ار اكس 6700 اكس تي. الكارت ده قوي جدا على 2K، يشغل لك 2K مستريح، 1080 بي، تاخد فريمات رهيبه. فكومبو قوي جدا على بعض، ورشحه جدا لل 2K او ال 1080 بي. ده غير ان المعالج جاي بخاصيه الكويك سينك، لان فيه كارت شاشه داخلي. المعالج موجود بره مصر نسخه 13600 كي، لكن لقيته هنا في مصر نسخه ال 13600 العادي. وبالنسبه لسعر كارت الار اكس 6700 اكس تي، فهو ب 13500 جنيه او 275 دولار. محتاج للكومبو ده باور سبلاي 600 واط. طيب لو انت شخص معقد من اي ام دي، مش عارف ليه، مع ان انا معايا كارت شاشه ومعالج اي ام دي، وعايز تجيب كارت شاشه من انفيديا، فللاسف ما عندكش خيار غير الار تي اكس 3060 نسخه ال 12 جيجا. انا عموما مختار لك في الفئه دي كروت 12 جيجا، لان لو انت دافع رقم زي 22500 جنيه، فحرام حرام جدا تاخد كارت اقل من 12 جيجا في رام، لان ال 2K متطلب جدا حرفيا. في العاب بالنسبه لي انا شغال على 2K عموما بتستهلك 12 لغايه 14 جيجا في رام. انت حرفيا الكارت ده يشغل لك 2K زي الفل، بس الفكره مش هتوصل لدرجه الجنون انك تشغل ري تريسنج ومش عارف ايه انك توصل للرقم ده. فعموما ما تجيبش كارت فيه كروت كويسه جدا في الفئه دي وبالسعر ده. 8 جيجا زي مثلا ار تي اكس 3070، لكن 8 جيجا حاليا مش كافيه، فعشان كده رشحت لك الكارتين دول. والار تي اكس 3060 سعره مستعمل تقريبا 12500 جنيه. بالنسبه لاخر كومبو معانا، وهو كومبو البيست، كومبو الوحش. الكومبو ده بيشغل لك 4K عادي مستريح جدا، 2K ياكلهولك، و1080 بي حرفيا كانك مش مشغل على الجهاز ده حاجه. والكومبو ده بيتكون من نفس المعالج كور اي 5 13600 او 13600 كي على حسب اللي تلاقيه، مع كارت الار اكس 6800 اكس تي ب 16 جيجا بايت في رام. كارت ده سفاح، يشغل لك 4K مستريح، يشغل لك 2K حرفيا اي حاجه 2K على اعلى اعدادات يشغلها لك، وسعره كمان رهيب جدا. فسعر الكارت ده 18500 جنيه و444 دولار. فكارت سفاح بالنسبه للالعاب، كارت قوي جدا، و16 جيجا في رام، فانت تشغل اي حاجه على اي جوده. عموما الكارت ده معايا، واللي مش عارف تجميعتي دي بتتكون من ايه يرجع يشوف السيت اب، فيديو السيت اب اللي انا نزلته. محتاج للكومبو ده باور سبلاي 700 واط. طب لو انت عندك نفس العقده ومش عايز تجيب كروت من اي ام دي او ايا كان من اي ام دي، فانت عندك بديل، وهو كارت الار تي اكس 3080 نسخه ال 12 جيجا. مشكله الكارت ده ان انا ما لقيتوش بره مصر، لكن موجود جوه مصر تقريبا بسعر 20000 جنيه. الكارتين نفس الاداء في الالعاب، لكن طبعا كارت الار تي اكس 3080 اقوى في الشغل الاحترافي، فعلى حسب انت عايز ايه. طيب كده خلصنا الكومبوهات الكتيره اللي معانا، مش عارف بصراحه كام. لو انت عارف هم كام كومبو انزل اكتب لي في التعليقات، وما تنساش تحط لايك للفيديو، وانك تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات. الفيديو ده متعب جدا يا شباب، بعيدا عن البحث والتدوير والمونتاج، انا صوتي وجعني. فيا ريت بقى تشترك في القناه، يلا عايزين نوصل 6000 واعلى من كده ان شاء الله. تفعل جرس التنبيهات وتكتب لي تعليق، وكمان تعمل فولو على صفحه الفيسبوك. كان معاكم سيليكم محمد، مع السلامه.